السلام عليكم. ده الفيديو رقم 5 من سلسلة أفخاخ الشطرنج. بنتكلم عن السكوتش جامبت. الفيديو ده هيكون طويل شوية، بس بيناقش بعض الأفكار المهمة جدا في الافتتاح وفي الميدل جيم وفي الاند جيم. يا ريت تبدأ تجيب معايا كوباية الشاي كده، وتبدأ تركز معايا في الدور ده كويس جدا، لأنه هيكون مفيد ليك بشكل كبير جدا. هتكلم عن ميزة الفيلين في وسط الدور، وقوة الانتشار بتاعة القطع ممكن تعمل ايه في الدور. طيب تعال نشوف مع بعض. دلوقتي الابيض بدأ بإي 4. ده كان دور سنة 1896، كان ما بين لاعب اسمه ماروكسي واحد اسمه بولجيز، بس بغض النظر عن الاسماء. دلوقتي بداية الدور كانت بإي 4، إي 5، نايت اف 3، نايت سي 6، دي 4، اي تكس دي 4، بيشوب سي 4. ده الافتتاح اللي احنا شفنا بعض الافخاخ اللي موجوده جواه. وناس كتير شكرت لي في الافتتاح ده، وفي الافخاخ اللي هم شافوها وبتعمل معاهم نتائج كويسه في الادوار، وده شيء كويس جدا. هنبدأ ان احنا ناخده جزء جزء كده في الافتتاح ده، بعض الافكار اللي جواه، ازاي انك انت تقدر تطور الموقف بتاعك من خلال الافتتاحية ديت، وبعض الافخاخ اللي انت ممكن انك انت تطبقها وتكسب بيها ادوار كتير. طيب دلوقتي انا بناقش نقلة ضعيفة اللي هي كوين اف 6، بتتعارض مع افكار الافتتاح. وضروري جدا بغض النظر عن الافتتاح اللي انت بتلعب بيه، بس لازم تكون فاهم ان خروج الوزير في دور مفتوح بيسبب لكوارث ومشاكل. لازم انك انت تبقى فاهم ازاي تعاقب نقلة زي دي. بتسبب عدم اتزان للقطع بتاعة الخصم، او الخروج السليم للقطع بتاعة الخصم، والبطء في التعبئة. دلوقتي الوزير خرج يدافع عن العسكري بتاعه اللي موجود في الدي 4، وقلنا طالما الوزير خرج لازم اعرف اتعامل مع الوزير اللي خرج بره ده، علشان اقدر اكسب عليه شوية لعب ويطور لي الموقف بتاعي. دلوقتي في الدور اختار نقلة اللي هي سي 3. سي 3 نقلة طبعا كويسة جدا وقوية جدا. هدفها الاول الانتشار، لو كل اكل. ودلوقتي يبقى انا طالب نايت على دي 5، وهطلب الوزير، وهطلب كمان البيدق اللي موجود في السي 7. في اي لحظة هبيت، في اي لحظة ممكن ان انا اهاجم الوزير باي 5، في اي لحظة ممكن اهاجم الوزير ببيشوب جي 5. عندي نقلات كتيرة. طبعا قبل ما تختار اي نقلة لازم ترتب نقلاتك الاول، وتشوف ايه النقلة اللي هتلعبها قبل ايه. بس بغض النظر، هو لعب سي 3 في الدور. انا افضل لو انا هلعب في الدور ممكن العب الكاسل، بحيث ان انا طالب دلوقتي اي 5. لو اكل بالحصان، يعني مثلا بيشوب سي 5، لو لعب بيشوب سي 5 دافع عن البيضة اكتر وانتشر اي 5. لو اكل اكل، لو اكل الفخ بتاع زمان اللي هو الربط بالرك على الوزير، وكده يبقى انا كسبت وزير. طبعا هنا فكرة الاي 5 فكرة مهمة جدا وقوية جدا. بتطرد الوزير من على مربع الاف 6، بتاخد مساحة على الخصم، بتاخد مربعات قوية على الخصم، بتمنع الوزير ان هو يتحرك بشكل جيد او بشكل سليم. طيب طبعا هنا الوزير لو قرر يرجع مكانه تاني يبقى كده خسر نقلة، وانا طورت البوزيشن بتاعي. ممكن اديله دلوقتي سي 3 وارجع للافكار القديمة بتاعتي اللي هي فيل في بيدق في الاف 7، ولما يجي ياكل كوين على الدي 5، وهرجع اكل البيشوب. اتكلمنا على الافكار المشابهة للفكرة دي، تلاقي الافكار كلها تبدأ ترجع لنفس الفكرة مرة تانية. طيب هنا لو قرر يلعب كوين جي 6، دلوقتي عندي نقلة مهمة ان انا ادافع عن البيدق بتاعي. ودلوقتي انا طلب قوي جدا. لو لعب مثلا نايت اي 7، نايت اتش 4، الوزير راح.
يبقى احنا كده اصطادنا الايه الوزير. طبعا انت كده لاعب قوي جدا، فاهم انت بتعمل ايه، ونقلة زي التبييت دلوقتي نقلة مفيدة وقوية بشكل كبير. طبعا هو هنا ممكن يفكر ازاي بعد اه خروج الوزير وانا بيت مثلا. هنا ممكن يلعب حاجة زي دي 6 بحيث ان هو يعطل زقة البيدق بتاعك من على مربع الاي 5 كده. هو قفل على فيله ولسه ما خرجش بباقي القطع. دلوقتي ممكن تفكر في حاجة زي سي 3 تعتبر نقلة قوية. وممكن برضو تفكر في حاجة زي بيشوب جي 5. طبعا بيشوب جي 5 مش الأقوى هنا، ممكن سي 3 هنا تكون هي الأقوى بحيث انك انت طالب البيدق. لو قرر انه ياكل دلوقتي انا ممكن ان انا العب حاجة زي نايت سي 3 طالب نايت على دي 5. وتعتبر نايت على دي 5 نقلة قوية جدا. طبعا الانتشار كل القطع بتاعتي تعتبر انتشرت. انا خسرت بيدق بس كسبان قصادهم انتشار او ديفلوبمنت قوي جدا. طيب ماذا لو الاسود هنا لعب لي مثلا بيشوب جي 4؟ بيشوب جي 4 ممكن هنا اكمل بنايت على دي 5 نقلة تعتبر قوية وقاسية جدا على الاسود. ممكن دلوقتي مثلا احنا كأبيض نفكر في حاجة زي كوين بي 3 هتبدأ البي 7. لو كان بيشوب تيك نايت ممكن ان انا هنا اكل كوين تيك بون طالب النايت بكش وطالب الروك بكش. طبعا دور الابيض هيكون مثالي. طيب نرجع بالبوزيشن عشان ما نتعمقش كتير في التحليلات. سي 3 هو هنا لعب في الدور ايه سي 3. قلنا لو اكل انا هاكل بالحصان والحصان بتاعي هيطلع عامل تهديدات كبيرة جدا. طيب دلوقتي الاسود قرر يلعب بيشوب سي 5 ويدافع عن البيدق بتاعه بقطعة كمان، وكده هو انتشر بقطعة. طيب الابيض قرر انه يبيت في البوزيشن كده. الابيض طالب اي 5. طبعا اي 5 انت كنت طالبها بدري عن كده شوية، كانت اقوى لان كان هو لسه منتشرش بالقطع. فكده حاليا هو عنده نايت اي 7 بس دي طبعا ممكن ما تكونش احسن حاجة في البوزيشن لانها تسمح باي 5. وطبعا لو سمحت باي 5 انا كده هرجع الماتيريال بتاعتي مرة تانية، يبقى اي 5 وممكن اكل بعدها بيدق في بيدق. يبقى انا كده رجعت الايه الماتيريال بتاعتي اللي انا كنت خسرتها. طبعا لو مشى كوين جي 6 بالمنظر ده نايت اتش 4 هنا ممكن يلعب كوين اي 4. عشان كده روك اي 1 في المنظر اللي فات كانت مهمة. فحاليا هتاكل بيدق في بيدق ويبقى انت كده رجعت الايه الماتيريال بتاعتك مرة تانية. طبعا ممكن يقرر انه يمشي ساعتها ممكن يبقى فيه كمان دي 5. بص الزقات قوية ازاي في الوسط لانه ما عندوش عسكري في السنتر، وكده القطع كلها هتبدأ ان هي تتمركز بطريقة سيئة. طيب فهنا هو لازم هنا يلعب دي 6 بحيث ان هو يمنع زقة الاي 5 وفي نفس الوقت يفتح مجال او سكة للبيشوب. ممكن يجي في الاي 6 ممكن يجي في الجي 4 يربط الايه الحصان في اي لحظة. طيب سي 3 دي قلنا مش بس ان هي بتطلب البيدق، لا يعني انا طالب ان انا اكل، لا لو اكلني كمان انا هطلع بالنايت. وكمان لازم تبقى فاهم ان في اي لحظة الكوين بيخرج بره. يعني لازم تبقى فاهم كويس ان الوزير بتاعك في اي لحظة ممكن يخرج بره. والفيل ده طول ما هو واقف في السي 8 مدافع عن البي 7 لو مشى هيقابل صعوبة لما الكوين هيجي في البي 3 لان الكوين في البي 3 هيضغط على الاف 7 وهيضغط على البي 7. طيب هنا هو لعب ايه الابيض قرر انه ياكل بالحصان عشان الرابطة دي ما تكونش مزعجة. يعني هو هنا اكل او قرر ان هو ياكل بالنايت. هل لو اكل بالبيدق غلط؟ لا مش غلط، تعتبر نفس
المنظر اللي هو هيخش ايه فيه، فمش هتفرق كتير. هو اكل هنا بالحصان. طيب اكل ام واكل بالبيشوب. طيب ليه هنا مثلا ما كلش بالكوين؟ دايما بيقول لك اللي معاه عسكري زيادة او معاه ماتيريال زيادة دايما بيسعى الى تكسير القطع علشان يحد من الهجوم بتاع الخصم، خصوصا ان الاسود حاليا خسران انتشار. دلوقتي كان هيمشي كوين بي 3 ضاغط على الاف 7، فهيضطر اسفا انه يرجع تاني بالايه بالكوين، ويبقى كده بالنسبة له خسر نقلة. ونايت سي 3 طالبة نايت دي 5 وطالبة نايت بي 5. طبعا هيلعب معاه حاجة زي سي 6 دلوقتي. وكمان ممكن هو يكمل بحاجة زي بيشوب اي 3 يطلب الفيل لو كسر ياكل بالبيدق، وطالب الايه الوزير بالرخ والبيض بالفيل وبالكوين. ممكن فكرة زي دي تبقى قوية جدا. طيب تعال نرجع بالبوزيشن شوية كمان لورا. هو هنا اكل بالبيشوب. طيب فهنا الابيض كمل بكوين بي 3 بحيث ان يقول له خليك واقف بالبيشوب لتحت، وخليك واقف بالكوين مدافع عن البون اللي في الاف 7. يبقى البيشوب مش قادر يتحرك، والكوين كمان هيفضل ثابت بالمنظر ده. يبقى نقلة زي دي ممكن تسبب ان هي تثبت قطعتين عنده وتخليهم ان هم مضطرين ان هم يقفوا مدافعين عن البيادق. طيب يبقى هنا الابيض خسران ماتيريال ايه؟ خسران ماتيريال بيدق. التعويض ايه؟ الانتشار والضغط والتبييت اللي هو تأمين الملك، وعسكري في الوسط ماسك مربعات الوسط، في اي لحظة ممكن هو يفتح الموقف. طيب هنا الاسود قرر انه يلعب بيشوب بي 6 بحيث انه يقفل على التهديد او الضغط على البي 7 عشان يعرف يحرر البيشوب بتاعه. ممكن هو يجي يطلب تكسيرات من هنا. ملاعب A4 بحيث ان انا طالب دلوقتي A5 واطرد الفيل. لو قررت انك تيجي بيشوب E6 فانا لازلت عندي A5 هات الفيل. لو كال البيشوب هاكل بالكوين، وهنا لو قرر يمشي بالبيشوب بتاعه ساعتها في ضغط على المربع بتاع السي 7. لو مشى قافل ساعتها في كش، ممكن ارجع اكل الايه البيدق مرة تانية. ده لو انا حابب يعني ارجع البيدق على طول دلوقتي. طيب فهنا تهديد الاي 5 تهديد قوي ومهم، ومش ان انا العب نايت سي 3 وخلاص وعبق القطع، لا، اطلب دايما تهديدات ونقلات قوية في وسط الدور. طيب هو هنا لعب ايه؟ لعب نايت اي 7. طيب نايت اي 7 دلوقتي عايزة ايه؟ هل انا ممنوع ان انا العب اي 5؟ نقلة عظيمة، انا شايف النقلة دي نقلة قوية. دلوقتي هيمشي بالبيشوب بتاعه في اي مكان ايا كان. ودلوقتي الابيض ممكن يكمل ايه في التعبئة. يعني دي فكرة قوية ولذيذة جدا. طيب هنا الابيض ما عملش كده، والابيض هنا قرر انه يلعب كينج اتش 1. كينج اتش 1 مشى من على طريق البيشوب، وفي نفس الوقت ساب له بيدق في الاف 2. هل السؤال هنا هل يقدر ياكل البيدق اللي في الاف 2 او العسكري في الاف 2 بالبيشوب ويبقى كسب كمان عسكري؟ الاجابه بالطبع لا. ليه؟ علشان البيشوب بقى مربوط. ما ينفعش ان انت تاكل حاجه وتتفاجئ بربطه زي دي وتخسر قطعه زي البيشوب اللي اكل العسكري اللي في الاف 2. فطبعا هنا دخول الملك لجوه حرر العسكري ده انه لو اتاكل برضه في اي لحظة هيحصل تراب. وفي نفس الوقت ممكن العسكري ده بعد كده لو احتجت ان انا ازق براحتي ومفيش اي مشكلة. طيب هو لعب كده كينج اتش 1، تعتبر نقلة انتظارية. طيب هنا دلوقتي هو لعب نايت على سي 6. دلوقتي هو
مانع A5 وفي نفس الوقت طالب نايت A5 يهاجم الوزير ويهاجم البيشوب، وطالب نايت E5 يهاجم من خلالها البيشوب. فهنا الابيض بعد تفكير عميق لعب بيشوب D2 علشان الحصان لو قرر يجي هنا يقدر ان هو ياكله. يعني لو قرر يجي كده ياكل، وبعد ما ياكل هيبقى فيه كش واخد الايه الفيل. طبعا هنا مش هينفع ان هو يلعب نايت A5، فاصبح دلوقتي الاسود عنده نايت E5 او نايت على D4. طيب هو ما لعبش دي ولا لعب دي، هو لعب هنا كاسل عشان يبيت بسرعة. طيب تعال نشوف هنا لو قرر يلعب نايت E5 الابيض هنا كان هيعمل ايه؟ كان ببساطة شديدة كان هيلعب بيشوب C3 ربط الحصان، ودلوقتي طالب F4 وطالب A5. فدلوقتي المفروض ان الاسود يبدأ يمشي من على الربط بحيث انه يفضل مدافع عن العسكري ده برضه. فهنا الابيض يبدأ يكمل ب A5 هات الفيل، ولو مشى بالفيل دلوقتي بيشوب تيك نايت، ما ينفعش ياكل بالكوين لازم ياكل بالبون. ودلوقتي بيشوب تيك F7 لازم تاكل بالوزير. دلوقتي كوين B5 تشيك وهرجع اخد منك الفيل، مفيش تبيت قصير لان انا قاطع الطريق عليك، وضاغط على البون اللي في السي 7 وضاغط على البون اللي في الاي 5، وكده الابيض بقى احسن. شفت التهديدات وقوة اللعب وتأخير الانتشار وتأخير التبييت ممكن يعمل ايه في الدور. طبعا الابيض في امان، الاسود هو اللي في مشاكل كبيرة حاليا. طيب فديت الفكرة، لو هو لعب او قرر يلعب نايت E5 هيبقى فيه رابطة رخمة جدا. طيب هو هنا لعب ايه؟ لعب تبييت عشان برضو ايه ما نقعدش نحلل كتير، تاخد بس مجموعة افكار وتشوف ازاي اللاعب بيفكر وازاي بيقدر ان هو ينفذ افكاره في الدور. طيب هنا الابيض كمل في فكرته A5 مشيلي البيشوب من هنا عشان عايز الاستاذ اللي في البي 7 ده في كلمة، عايز اضغط عليه، مش عايز الفيل ده ينتشر، مش عايز الاسود يبقى حر في البوزيشن. فهنا مشى بالبيشوب على مربع الدي 4. فهنا الابيض كمل بالنايت سي 3 واخر قطعة عنده للتعبئة. دلوقتي طالب نايت دي 5 او نايت على البي 5، ونايت دي 5 طبعا هتبقى طالبة البيدق كمان اللي في الايه اللي في السي 7. طيب هو هنا كمل ببيشوب تيك نايت، وهنا الاسود قرر يدي ميزة الفيلين للابيض. وطبعا ميزة الفيلين دي ميزة قوية جدا خصوصا في دوار مفتوحة شبه دي. الفيلين باصين على الملك، فالفيلين متوجهين بشكل رئيسي على الملك. دلوقتي لما تفتح الخطوط هيبدأ يظهر قوة التو بيشوبس. تعال نشوف التو بيشوبس دول هيبهدلوا الاسود ازاي في دور مفتوح زي ده. التعويض عن العسكري دلوقتي بقى تو بيشوبس بير وعسكري في الوسط طبعا، والديفلوبمنت كويس ومركزة للقطع بشكل رائع ومساحة كبيرة على الخصم ان انا حر اقدر اتحرك في اماكن كتيرة على البورد. طيب دلوقتي الاسود قرر يلعب كوين اي 7 وعمل تهديد رئيسي على عسكري الاي 4. فهنا الابيض كمل ببيشوب دي 5. دلوقتي عايز ايه؟ عايز A6. لو كلت هاخد منك الحصان، لو طلعت بالبيشوب هاخد منك البي 7 بون. طبعا ضغط رهيب، وفكرة A5 ديت فكرة قوية جدا. طيب بيشوب دي 5 لعب نقلة تعتبر قوية جدا ونقلة حاسمة في الدور. هنا الدور على الاسود. الاسود هنا لو قرر يلعب
بيشوب دي 7. هنا الابيض عنده اختيارين اتنين. اول اختيار انه ياكل البيدق، لو جه طرده بالرخ هيمشي بالوزير طالب الحصان، ولو مشى بالحصان هيبدأ ياكل البون، سايب له البيشوب اللي في الدي 5. طبعا انا خدت 2 بون كده، بقى معايا بون زياده. لو كل البيشوب هاكل وطالب بيدا السي 7، حتى لما يلعب الرخ دلوقتي كوين دي 4 هاتمات. الابيض احسن ومعاه عسكري سالك. طيب هنا برضو عنده اختيار تاني بعد بيشوب دي 7 انه يلعب A6. فكره A6 ان انا طالب دلوقتي بيدا في بيدا وبضعف الحصان، بخلي مفيش عسكري حامي الحصان. طبعا هنا لو قرر انه ياكل هاكل بالرخ طالب الحصان. لو قرر انه يطلب الوزير عندك نقلتين، كوين A3 او كوين C4 برضو الاتنين كويسين. طبعا انا اختار كوين C4 هات الحصان. فهنا الاسود هيلعب نقلة خبيثة جدا، نايت B4 هيديك الحصان ببلاش، بحيث لو كلت الحصان يلعب لك بيشوب B5 وياخد منك الرخ. فهنا نايت B4 دي مش قطعة ببلاش، لازم تشوف القطعة اللي ورا القطعة اللي اداها لك او ايه الغرض من النقلة دي قطعة ببلاش، هل دي فعلا قطعة ببلاش؟ طب ايه التهديد اللي عند الاسود بعد ما ياخد القطعة؟ هتلاقي بيشوب B5 فورك وياخد منك الروك. طيب هنا الاسود جاي في مربع السي 4 ليه؟ طالما في نقلة زي دي طالب منها او من خلالها الروك بتاعتك، وطالب ان هو ياكل منك البيشوب بير. طبعا طالب كوين دي 4 نقلة قوية جدا، طالبة الحصان، طالبة البيدق، طالبة المات اللي على الجي 7. ما عندوش حل غير انه يلعب كوين اف 6 وساعتها هتعمل له دبل بون، او كوين على الجي 5 وساعتها ممكن تاخد منه الحصان بتاعه. حتى لو عمل لك هنا فورك بالمنظر ده ممكن ترجع وتدافع عن الروك وكده، حتى هتعدل البيشوب تاني مرة تانية وتدور الابيض احسن بكتير. طيب فعلشان كده هو هنا مش عارف يطلع بالبيشوب بتاعه، فهنا لعب نايت دي 8 دافع عن العسكري بتاعه. طيب الابيض هنا كمل ازاي؟ هنا الابيض مفيش وقت نضيعه، E5 بدأ ببلاش. الغرض منه اني افتح فايل وافتح ضغط اكبر في الدور. E5 طبعا هنا لو قرر انه ياكل هات البون اللي في الاي 5. لو قرر يحمي بالحصان A6 طالبة بيدق في بيدق شرسة جدا وهاخد منك قطعة. لو لعب روك B8 الابيض يقدر يكسب قطعة هنا. ايوه صح، بيشوب تيك نايت، الروك مربوطة. شفت بقى ان الرخاخ مش كونكتد في الباك رانك، يبدأ يحصل ربطات بشكل كبير على القطعة. طبعا هنا لو قرر انه يلعب بيشوب E6 بكل بساطة صفي القطع، بيشوب بدأ في بدأ الاول. لو مشى بيشوب في بيشوب، لو اكل لو اكل دلوقتي روك على ال A6 هات الحصان وهات مجموعة البيادق ديت اللي بتقع كلها ومعايا بدأ يعتبر سالك. طبعا هنا لو لعب نايت دي 4 بكل بساطة روك تيك دي 4 سايب له بيدق الاف 2 تراب. لو اكل هنا طالب مات، اكل الحصان وسيب له المات، يجي يدي كش يكتشف ان هي مش مات وتقول له ضحكت عليك وخدت قطعة منك ببلاش. طيب طبعا الاند جيم ده حتى لو ممكن يكون ايكوال على الكمبيوتر، بس الابيض احسن كتير، ممكن يكسب الدور علشان الردود هتبقى صعبة على الاسود. طيب هنا روك E1 نقلة مهمة جدا، فهو هنا ما رضاش ياكل العسكري ولعب C6 الاول بيطرد الفيل. هنا قبل ما امشي بالفيل بدأ في بدأ عشان بس ايه العسكري ده ما يكونش مقلق بالنسبة لي. اكل بالوزير فعدل البيشوب تاني على الكينج، فطرد الوزير الاول. فالوزير بدأ ان هو يتحرك على مربع ال A4. طبعا انا واخد مساحة فاقدر اتحرك في الصف الايه الرابع براحتي.
مش معنى A4 عشان اضغط هنا، عشان لما احب ازق A6 يبقى في ضغط هنا، الحصان ده يفضل واقف في المربع ده يبقى مدافع، يبقى قطعة باسيف. وفي نفس الوقت لو حبيت ان انا انقل الوزير للناحية التانية على للبورد، اقدر ان انا انفذ الفكرة دي، خصوصا ان هو معهوش فيل اسود، فاقدر اتحرك على مربع اسود زي الاتش 4 يقدر ان هو يساعدني ان انا اضغط على الاتش 7. طيب دلوقتي لعب اف 5 فرجع اف 3 عشان يفضل ضاغط على الوتر ده، عشان لما اجي العب A6 برضو نفس الفكرة، اخلي الحصان سيء. دلوقتي هو لعب كوين C 7 عشان يبعد عن الأعمدة المفتوحة. الأعمدة المفتوحة بتكون فرصة للرخاخ ان هي تشارك. دايما الرخاخ بتحب جدا اي قطعة تاخد عليها تيمبو في الفايل، عشان تحط قطعتك في الفايل والقطعة بتاعتك تبقى قوية جدا. الحمد لله. طيب دلوقتي روك E1 ضغط، اول قطعة تعمل ضغط على القطعة بتاعت الخصم اللي هي البيشوب، عشان تخلي الحصان ده ما يتحركش خالص. لو اتحرك البيشوب يبدأ ان هو يقع. وكمان بتأمن المربعات دي كلها، ممكن في اي لحظة تدخل مثلا بيشوب من على E5. طيب دلوقتي هو لعب روك E8 دافع عن الفيل. ودلوقتي الابيض لعب نقلة قوية جدا وجميلة جدا تبين لك اهمية التو بيشوبس مع بعض. النقلة دي بيشوب H5. واو. بيشوب H5 بتستفز الخصم انه يزق العسكري عشان يفتح للفيل التاني. لما زق على الفيل الابيض كده انا فرغت المربعات السوداء كلها، وكده انا اقدر اجي كوين دي 4. لو كلت البيشوب مات، كش ملك في كش مات، فما ينفعش هنا دلوقتي يزق جي 6. فنقلة قوية تستفز الرخ ان هي تسيب الصف الاخير وتطلع خطوة لفوق. طيب وهنا لعب روك اي 7 فقام عامل ضغط على مربع الاي 7. الفيل ده ما يقدرش يمشي، لو مشى الرخ مربوطة، يبقى انت حطيت ضغط بالايه، بالوزير. دلوقتي انا طالب كمان بيشوب اي 5، هات الوزير. الوزير ده هيروح فين؟ لو جه على عمود مفتوح ممكن ان انا اكسب عليه تيمبو بالرخ بتاعتي، والوزير ملهوش اماكن كتير يتحرك فيها. فدلوقتي الافيال ظهرت قوتها، قطع اماكنها سيئة جدا جدا، فالابيض قدر ان هو ياخد الادفانتج، والهجوم بتاعه شرس ومش مدي فرصة للاسود انه يلعب. دي نقطة مهمة جدا، ان ما تخليش الخصم يلعب معاك في الدور. طيب هنا هو لعب ايه؟ لعب كينج على الاف 8. طيب ايه مشاكلها روك دي 7؟ ليه ما مشاش بالرخ مثلا عشان يشيل الربط؟ مبدئيا هنا بيشوب اي 5 هيمشي بالوزير. كوين جي 3 احط ضغط على البيدق ده، عشان في اي لحظة لو طلعت قررت او حبيت تطلع بالحصان تاخد لي كش مات. فدلوقتي لو لعب A6 ما عندوش نقلات كتير. لاحظ هنا ان ما عندوش ولا قطعة بتتحرك، فالقطعة بتاعته بتتحرك في اماكن سيئة كلها. حتى لو لعب A6 بيشوب E8 هات الروك بتاعتك. لو مشى بالرخ ممكن اسيب له الفيل بتاعي، بحيث لو اكله اديله كش ايه، مات. مثلا ممكن دلوقتي العب كوين جي 5. طبعا هنا لو قرر مثلا يزق زقة زي دي هيبقى في حاجة زي فيل في ايه، في بيدق، او حاجة زي كوين اف 6 طالبة كش ملك مات، ودي اقوى. طيب يبقى كوين جي 5 هنا لو لعب روك سي 7 طبعا هنا بيديك اوفر، خد بقى الرخ عشان اعرف اطلع باقي القطع. حتى الرخ هنا مش اقوى من البيشوب بتاعك، فممكن انك انت تهمل الرخ وتكمل في التعبئة بتاعتك وتاخد الاعمدة، وكده انت يعني تعتبر بتموت الاسود بالتصوير البطيء. انت كده تقول له انت قطعك ما تلزمنيش، انا قطعي مهمة جدا بالنسبة لي. لو لعب اتش 6 كوين جي 6 بص الضغط، حتى لو جيت طرد الوزير هياخد كش مات
في اي لحظة. ضغط رهيب جدا جدا جدا. عشان كده هو هنا ما قدرش يلعب روك دي 7، فهو هنا لعب كينج اف 8 عشان يفضل مدافع عن الرخ اللي انت عامل لي عليها ضغط وشلل رباعي ده. فهنا عمل بيشوب اي 5، هات الوزير. فالوزير قرر يمشي كوين دي 7. قال له طيب يا سيدي يا سيدي الكل. فهنا قام لاعب له كوين جي 3، هات بقى بيشوب دي 6، ممكن اربط لك الرخ لو انا حابب، وفي ضغط هنا على البيدق اللي موجود في جي 6 في جي 7. فهو هنا لعب جي 6. فهنا الابيض قبل ما امشي بفيلي، انا بس عايز وزيرك في كلمة. فدلوقتي قدر ان هو يأمن للوزير مربع جديد اللي هو كوين اي 8. الفيل كان منعه ان هو يجي هنا، فهنا قام ماشي بالفيل على مربع الاي 2. فلعب نايت اف 7، طلب البيشوب، فرجع بالبيشوب على مربع الدي 4. كان الافضل انه يرجع بالبيشوب في مربع السي 3. حاول ترجع بالفيل بتاعك، يعني لو ممكن بي 2 كمان ترجع بفيلك ورا خالص. يا ريت تبعد عن الأعمدة وعن التهديدات وتسيب رخك شغالة. طيب هو هنا لعب بيشوب دي 4، فالاسود قرر يلعب كينج على جي 8. فهنا قام لاعب له بيشوب اتش 5، هات فيل في بيدا، وعايز ادي كشمات هنا. فقام لاعب اف 4، وهنا الابيض اللي عليه الدور لو نقل نقلة مكان نقلة الدور ممكن يبوظ. فلازم تبقى بتلعب كل شوية نقلات قوية ونقلات دقيقة، وكل ما تلعب نقلة قوية كل ما هتسهل فرصة المكسب بالنسبة لك. طيب هو هنا لو انا اكلت البيضة ايه اللي ممكن يحصل؟ هو نفسه يحرر الرخ ويلعب بيشوب بي 3. طيب ما لعب له كوين اتش 4. طب لو كل الفيل يا عمنا يا استاذنا هتعمل ايه؟ لعب له كوين اف 6، طالب مات. طب لو مشى بالحصان يا استاذنا هنعمل ايه؟ هديله كش، ولما يجي يطلع هديله كش مات. بس شفت الفيل؟ شفت المربعات السوداء؟ طيب يبقى هنا هو لعب روك اي دي 8، قام لعب له كوين اف 6 برضه، طالب مات في جي 7. قام واخد رخ الفيل، ما كانش عنده اي حل تاني غير كده لانه هيموت. فحاليا الابيض كمل روك تيك روك، فقام واخد منه الفيل كمان. يعتبر كده هو اخد منه الفيلين برخ، وده شيء ممتاز. بس طبعا بسبب سوء المربعات حوالين الملك وضعف المربعات حوالين الملك، والملك محطوط في اي نقله ممكن ياخد كش، مفيش بيادق تقدر تحمي الملك. فدلوقتي اول بيدق وقع، مشى بالحصان، مشى بالرخ، طالب كش من هنا وطالب جوزة على الفيل. طبعا الفيل مربوط بسبب الرخ. هنا مشى روك اف 7، فقام مديله كش، مشى بالملك قام مديله كش، مشى بالملك قام قايل له هات وزيرك، مشى بالرخ قام واكل البيدق بكش، مشى بالملك قام ماشي بالرخ، مشى بالرخ قام ماشي بالوزير، اكل البيدق اللي بعده وربط الرخ، خد منه جناح الملك كله، خد العساكر كلها. فهنا مشى بالوزير قام ماشي بالرخ، مشى بالملك قام لعب اف 3، مشى بالوزير قام ماشي بالرخ، مشى بالوزير قام ماشي بالرخ، مشى بالفيل قام ماشي بالرخ، مشى بالوزير قام ماشي بالرخ، مشى بالملك، ودلوقتي لعب كوين جي 4، زق البيدق، مشى بالوزير، مشى بالملك، مشى بالوزير، مشى بالملك، مشى بالوزير، مشى بالملك. ودلوقتي ملقاش اي فكرة ممكن ان هو يطور بيها الموقف غير انه يبدأ ان هو يكسر وزراء. وديت الفكرة السليمة في الموقف. علشان تكسب الموقف ده لازم انك انت تكسر وزراء، عشان انت عندك مكسب. فكرة مكسب ايه؟ فكرة المكسب ان انت معاك بيادق سالكة، معاك رخين ومعاه رخ وحصان وفيل. بس طبعا البيادق السالكة هي اللي هتديك الادفانتج في الموقف ده. وزير في وزير، رخ في وزير، كينج دي 7، روك جي 4، نايت اي 6، كينج جي 1، نايت اف 4، روك اي 3 عشان امنع نايت دي 3. كان طالب الرخ وطالب البيدق، فلازم امنع له افكاره في الاند جيم. لازم افهم هو عايز يعمل ايه وامنع له الفكره على طول. كينج دي 6 هو عايز يعمل ايه؟ عايز يلعب سي 5. مفيش سي 5. طب سي 5 تيك تيك،
طب جي 3 مشي لي الحصان، مشى بالحصان. لو مشيت بالفيل هاخد منك الحصان، لو عايز تاخد البيدق اتفضل خده، بس الحصان هيقع. مشى بالحصان طالب الرخ، وهنا لعب روك ربط له الفيل. مشى بالملك طالب الرخ، مشى بالرخ وساب له البيدق. لو راجل كله بالرخ هاكل منك الفيل بكش، ولو راجل كله بالفيل هات الفيل بتاعك وهات الرخ، وهيبقى فيه حصان مطلوب بعدها. فطبعا ده فخ مش هينفع ان هو ياكل البيدق، فمشى بالرخ بتاعته هو كمان طالب كشات، ممكن كشات من تحت تعمل مشاكل. مشى بالحصان هات الرخ، مشى بالرخ بكش، مشى بالملك ودلوقتي كش كده، ويعتبر عزل الملك على الصفين الاواخر، ممكن في اي لحظة ياخد مات. مشى بالملك حمى الرخ، ماشي بالرخ دلوقتي ممكن في اي لحظة يدي كش من على البي 2 في كش مات. فهنا لعب روك سي 5، لو اديتني كش هغطي بالرخ بتاعتي. فهنا قام لاعب اتش 4، عايز بقى ان انا اسلك البيادق بتاعتي، ما عنديش اي حل. اكل البيدق اف 4، رجع تاني اف 5، زق البيدق، ودي كانت نقلة مش دقيقة قوي. روك اي 4 بي 5، الدنيا باظت خالص. بعد روك اي 3 طالب كش من على الاي 2، تضطر تمشي، وبعدين كش من على الاي 1 والملك هيموت. فدلوقتي يعني مثلا لو لعب كده كش ملك، لو مشى كده كش مات، ولو مشى كده كش ملك، ولو رجع بالرخ بتاعته كش ملك، خدت الرخ بتاعتك ببلاش. طيب فهنا قرر انه يديله الحصان عشان يبوظ له البيادق، فقرر انه يقبل الجفت دي الهدية. لعب بيشوب سي 4، مشى بالرخ عشان ما ياخدش منه البيدق، مشى بالرخ قام واكل منه بيدق الاي 5، زق قام جه كسر رخاخ كسر، فجيب الملك يدافع عن الفيل، فزق البيدق زق البيدق زق جاب وزير، جاب وزير كوين كش، مشى بالملك كش، جيب الفيل كش ملك مات. يا رب نكون استمتعنا بالدور ده، نحلله كويس، نشوف افكاره، نشوف افكارنا احنا كمان، هل كنا هنقدر نجيب نقلات قوية شبه اللي جابها اللاعب اللي بيلعب بالابيض ولا لا. اشوفكم في فخ جديد ودور جديد، مع السلامة.